الوطن منا وفينا ولا نلحق جزاه، الأمان ولقمة العيش من حمر النعم، أمة التوحيد حنا وحنا أهل الصلاة والزكاة ورمز الإسلام من بين الأمم، أمة دين الله اللي وهبها أكبر غناه، عندها يوم بعض الأمم تعبد صنم وبعضها ما يعرف أرضه ولا يعرف سماه، ضاع وقته يتهمنا هو المتهم. يا بلادي قبلة الناس في كل اتجاه، أنت يلي لك علم ما يماثل له علم، فوق اسم محمد المرسل مع اسم الإله، والله إنه ما ينكس ولا يصغر حجم، دولة هذا شعار أهلها ودايم رعاه للشريعة والحجيج اللي يطوف الحرم. يقول الوطن منا وفينا ولا نلحق جزاه، الأمان ولقمة العيش من حمر النعم، أمة التوحيد حنا وحنا أهل الصلاة والزكاة ورمز الإسلام من بين الأمم، أمة دين الله اللي وهبها أكبر غناه، عندها يوم من بعض الأمم تعبد صنم وبعضها ما يعرف أرضه ولا يعرف سماه، ضاع وقته يتهمنا وهو المتهم. يا بلادي قبلة الناس في كل اتجاه، أنت يلي لك علم ما يماثل له علم، فوق اسم محمد المرسل مع اسم الإله، والله إنه ما ينكس ولا يصغر حجم، دوت هذا شعار أهلها ودايم رعاه للشريعة والحجيج اللي يطوفها الحرم. يعطيك العافية أبو غنام، تفضل. الله يعطيك العافية. وجدت صعوبة في الوقت، تفضل جنبي. لا بالعكس، يمكن احنا تسرعنا شوي بعد، والله نجيب أكثر لأن 4 شعارات. نعم. وتوقعنا الوقت يفاجئنا أكثر من كذا، لكن الحمد لله الوقت كافي. جميل. والحمد لله. دام من الشعر سلطان بن عبد العزيز، يمكن الحمد لله القريحة طيار ما يحتاج. جميل، وجدت فكرة. يعطيك العافية. يعطيك العافية أبو غنام. تفضل أبو يزيد. والله مجراها رائعة جدا، يعني أجمل ما فيها أن الشاعر تقمص فكرة الشاعر الآخر وكتب بأسلوبه وطريقته، يعني قصيدة في منتهى الروعة، حتى يعني الشاعر دخل بشكل يعني مدهش جدا. الشاعر الكبير خالد العتيبي كان آخر بيت واد ودراسة من بين الأمم، الشاعر كمل أمة، يعني هذا يسمى في الدراما التصدير. نعم. فيعني أجاد الشاعر بشكل يعني يحسن عليه. يستاهل. تفضل يا ابو غنام. تفضل هنا عندي. صح لسانك. تفضل ابو ماجد. صح بدنك ابو ماجد. ودي تعطي البيت اللي فيها دولة هذا شعار أهلها. دولة هذا شعار أهلها. عفوا البيت. دولة هذا شعار أهلها ودايم رعاه للشريعة والحجيج اللي يطوفها الحرم. كافي. صح لسانك. جت في مجرات قصيدة وفعلا يعني السماع تعرف اسمع سماع سريع، فقلت قاعد البيت هذا أنا تفاعلت وما تفاعلت أكثر من اللازم. اليوم ما قصرت، بيض الله وجهك بلسانك وعلمك هذا. يعطيك العافية. التوفيق إن شاء الله بإذن الله. يعطيك العافية أبو ماجد. تفضل أبو ممدوح. أقول بيض الله وجهك يا مسعد. والحقيقة أبو هذال طبعا هي قصيدة خلف من هذال. نعم. وهذال ما قصر، أنا أستاذ وصرت بنيت الجدر. ما يحتاج، أكملت الجدر. نعم. بيض الله وجهك. يستاهل. الله يعطيك العافية أبو غنام. تفضل. شكرا جزيلا لك. تفضل أخي المايك. يعطيك العافية.